السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات أم رام. اليوم راح نديروا مع بعض وصفة الشامية أو قلب اللوز. تجي هايلة وبنينة ومعسلة حتى القلب، من وصفات رمضان إن شاء الله، من أروع ما يكون. خليكم مع الوصفة. نحتاج في الوصفة عندنا سميد مولة خشن، عندنا نصف كأس حليب، نصف كأس زيت، نصف كأس مازهر. نحتاج السكر، عندنا لتر ماء، عندنا حبات لوز للتزيين، زوج شرائح ليمون، قرصة ملح، مغرف صغيرة لافاني. بسم الله على بركة الله. نبداو مع الوصفة. هنا نجيبو كسرونة نتاعنا ونضع 2 كيسان سكر، 2 شرائح ليمون، 3 كيسان ونصف ماء. نخلطو كل شي بارد في بارد بهذه الطريقة، ثم نضع على النار. هنا بعد ما تبدا تغلى الشربات نتاعنا نحسبوا لها 15 دقيقة ونطفيو عليها النار. هنا بعد ما طفينا على الشربات نتاعنا نديرو كأس اتاي مازهر ونخلطو كل شي مع بعض ونخلو الشربات تاعنا تبرد. هنا نبداو في قلب اللوز تاعنا. هنا نجيبو البول تاعنا ونضع 4 كيسان سميد، انا هنا السميد نتاعي استعملت موله خشن. ثم نضيف كأس سكر، هنا الكأس الثاني نقصوا له 2 صباع بهذه الطريقة. نديرو مغرف صغيرة لافاني وقرصة الملح، نخلطوا كل شي مع بعض. هنا نخلطوا السميد والسكر واللافاني والملح بهذه الطريقة. هنا نجيبو نصف كأس زيت والنصف الثاني نعمروه سمن دايب بهذه الطريقة. هنا نبسو الخليط نتاعنا بهذه الطريقة. هنا نجيبو نصف كأس حليب والباقي نزيدو عليه مازهر. ونخلطوا كل شي مع بعض بهذه الطريقة. هنا نجيبو البلاطو تاعنا 40 على 30 وندهنوه بالسمن. هنا نجيبو خليط قلب اللوز تاعنا ونفرغوه بطرف الأصابع بهذه الطريقة. هنا نفرغو خليط قلب اللوز تاعنا بطرف الأصابع بهذه الطريقة ونمشيوه على المول.
هنا نجيب الكوبات نتاعنا ونسويو السطح نتاعنا بهذه الطريقة. هنا بعد ما سوينا السطح نتاعنا نحدو المربعات بهذه الطريقة. هنا نستفوا الحبات اللوز تاعنا في المربعات القلب اللوز بهذه الطريقة حتى نكمل جميع الكمية. هنا بعد ما ستفنا كامل حبات اللوز نضع الشامية تاعنا الطيب في الفرن. هنا بعد ما طاب قلب اللوز نتاعنا نجو شربوه بالشاربات تكون باردة بهذه الطريقة. هنا بعد ما شربنا قلب اللوز نتاعنا نخلو قلب اللوز نتاعنا يرتاح حتى يشرب كامل الشاربات. شوفوا الشامية نتاعنا كيفاش جات معسلة. صدقوني هذه وصفة الشامية تجي هايلة وبنينة من أروع ما يكون من وصفات رمضان إن شاء الله. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه في وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.